أهلا بيكم في قناة حكاية الكنز. النهاردة حلقة سريعة ومهمة لأي حد بيلاقي عملات قديمة في البيت. هنتكلم عن جنيه 2005، وبالتحديد عن النسخة اللي بتنجذب للمغناطيس والنسخة اللي لأ. في الآخر هتعرف لو معاك نسخة نادرة ممكن تبيعها وتكسب. لو معاك جنيه 2005 وحاسس إنه مش زي العادي، الفيديو ده ممكن يوفر لك أكتر من 200 جنيه، أو على الأقل يخليك تعرف قيمته الحقيقية قبل ما ترميه زي كتير من الناس. قصة سريعة: جنيه 2005 من فئات الإصدار العادية اللي دخلت التداول. بعض القطع في تعاقب الصناعة أو أخطاء التصنيع بتخليها تختلف، وهنا بالذات نحكي عن فرق بسيط لكن له قيمة: المغناطيسية. ليه بعض الجنيهات بتنجذب للمغناطيس؟ بسبب تركيب المعدن. لو الغلاف أو المكونات بتحتوي على مواد مغناطيسية مثل الحديد أو نيكل بنسب معينة، العملة هتنجذب. النسخة العادية ممكن تكون بخليط معدني مختلف. امسك الجنيه من الحافة وخلي السطح نظيف. قرب المغناطيس تدريجيا، لو اتجذب بسرعة يبقى منجذب. لاحظ التأثر الضعيف أو التعلق الخفيف محتاج تحقق أكتر. استعمل العدسة المكبرة للتأكد من وجود علامات تصنيع أو تغير في الحافة. مش كل جنيه منجذب يعني نادر أو أصلي، في حالات تلوين أو لصق. شوف الحواف والنقوش، هل الكتابة واضحة؟ الوزن، قارن بجنيه 2005 معروف. السطح، وجود خدوش أو إصلاحات ممكن يخفض القيمة. لو مش متأكد، أعرضه على جامع عملات أو محل تقييم. النسخة المنجذبة للمغناطيس نادرة ومطلوبة بين جميع العملات، ودي الندرة هي اللي بتديها قيمة زائدة. حسب ما اتفقنا هنا، النسخة المنجذبة قد تتجاوز 200 جنيه لحد 1000 جنيه مصري في السوق، لكن الأسعار بتختلف حسب الحالة والطلب، فمن الأفضل التأكد محلياً. لو حبيت تبيع، صور واضحة، لقب، وصف مفصل، مثلا جنيه 2005 منجذب للمغناطيس، حالة ممتازة، ونزل السعر مع هامش تفاوض. منصات: جروبات فيسبوك للقطع والعملات، مواقع مذكورة لبيع العملات، أو معارض هواة الطوابع والعملات. لو معاك الجنيه ده ممكن تبيعه ب 200 جنيه أو أكتر. جنيه 2005 المنجذب للمغناطيس، ذهب في جيبك، اكتشف بنفسك. ناس بترميه وهو نادر. الجنيه المنجذب للمغناطيس 2005. الفرق بين جنيه 2005 العادي والنادر: اختبار المغناطيس يكشف الحقيقة. اوعى تبيع جنيه 2005 قبل ما تشوف الفيديو ده. ليه الجنيه ده مطلوب؟ الحقيقة وراء نسخة 2005 المغناطيسية. سعر مفاجئ توقعات: الجنيه المصري اللي مطلوب من جميع العملات. هل فعلا في جنيه ب 200 جنيه؟ الحقيقة في الفيديو. اختبر الجنيه بتاعك بمغناطيس، ممكن يكون كنز وانت مش واخد بالك. شايف الجنيه ده؟ من بره عادي، لكن ممكن يكون نادر جدا. السر في المغناطيس: نسخة من جنيه 2005 بتنجذب للمغناطيس بسبب اختلاف المعدن. النسخ دي قليلة ومطلوبة، سعرها بيعدي 200 جنيه. جرب بنفسك واعرف الفرق قبل ما تفرط فيه. ولو عجبك الفيديو، اشترك وفعل الجرس وشارك الحلقة مع أصحابك. شكرا لمشاهدتك.